ازيكم؟ وحشتوني كتير. هنقول بسم الله. هنعمل النهاردة ميزانية حلوة قوي من اللحمة. انا جايبة معاكم 2 كيلو لحمة. هي بلدي، اللحمة السوداني بتبقى يا جماعة ارخص من اللحمة الجاموسي او البقري اللي هي الفريش. دي لحمة زي ما قلت لكم سوداني، هي فريش مش مجمدة. في اماكن كتير بتباعها. شوفي جزار كويس وتعاملي معاه احسن ما تروحي تشتري لحمة مستوردة الكيلو منها ب280، يعني الفرق فيها 20 جنيه. فبصراحة ما تستاهلش ان انت تروحي تشتري لحمة مجمدة. انا جبت كيلو مفروم وكيلو قطع زي ما انتوا شايفين. الكيلو المفروم ده هقسمه هقسمه معاكم 5 اجزاء. تمام. ممكن لو عندك حتة دهنة باخدها للجزار بفرمها لي على الكيلو وبقسمه 5 اجزاء زي ما انتوا شايفين. انا اقسمه كده تقريبا 5 اجزاء. عندك ميزان اوزني، ما عندكيش ميزان هو بالشكل كده. مش عايزه تقسمي 5 اجزاء، قسميه. انا بقسمه 5 اجزاء، بس ممكن باخد جزئين بعملهم مثلا كفته مشويه، على اساس بعوز مثلا كميه منها حلوه، فبيبقى عندي اتقسمت كده على 4 برضو حلوه مش وحشه. زي ما انتوا شايفين عملتها 5 اهو. يبقى ميزانية لحمة معاكي 600 جنيه تحفة. مع دلوقتي ميزانية سمك هقولها لك مع فيديو كنت عاملاه قبل كده، ميزانية فراخ 350. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. يبقى كله تقريبا هيبقى معانا في اخر الفيديو. هقول لكم حوالي 1350 لحمة وفراخ وسمك. شايفين بقى اللحمة انا بجيبها بصراحة حمرا كده لان ولادي مش بيحبوا فيها دهن، وبقطعها كمان. لما بتقطعي اللحمة قولي له قطعها لي زي شرايح كده زي الستيك الرفيع، بتفرط معاكي كتير قوي. يعني شايفين ما شاء الله. انا حاطه معاكم ادي 3 حتت في الطبق، ادي 4 حتت. ماشي. هحط في كل طبق 4، وفي طبق هزود فيها في الاخر، بس هي حتت حلوه مش حتت صغيره. اهو 4 برضو. وفي الطبق ده برضو زي ما انتوا شايفين استيك مش رفيع ولا تخين، وسط كده. ادي 4 برضو، 4 قطع اهو بالشكل ده. وكان فاضل معايا في الطبق، شايفين الحتتين دول، هزود انا اطباق فيها، هزودهم على اطباق. زي ما قلت لك خليكي شاطره. ما تروحيش تجيبي كيلو اللحمه دلوقتي، في جزارين بيبيعوه ب 450 وصلت ل 500 جنيه، مش عارفه بصراحه ليه. وبرده اللحمه اللي هي على فكره السوداني دي بتلاقيها في تحيا مصر، اللي هي تبع المبادرات بتاع الرئيس، هتلاقيها موجوده. هي موجوده في كل المحافظات. يبقى احنا قسمنا 4 اطباق محترمين من اللحمه القطع، و5 من المفروم بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله ميزانيه 600 جنيه، تاكلي لحمه فريش بلدي جميل. يعني فكرة اللحمه السوداني دي يا جماعه لحمه بتيجي بيذبحوا العجول، بيحطوها في ثلاجات ويبداوا يوزعوها في عربيات طبعا اللي هي المبرده دي، ويوزعوها على المحافظات. لحمه فريش جميل. خليكي شطوره، فكري كويس، ما تروحيش تجيبي لحمه مجمده. مهما كان اللحمه المجمده دي مش عارفه هي قاعده في التلج قد ايه، فقدت من قيمتها الغذائيه، وطبعا الطعم بتاعها مش بيبقى قد كده. هو بصراحه غلط، يعني هي انها مجمده غلط. انتوا فاكرين اللحمه المجمده دي تقريبا من 3 سنين كان الكيلو منها ب75 جنيه. تعالوا بقى هنخش على السمك. شوفي يا حبيبتي، انا جايبه 3 كيلو من ابو 50 جنيه ومنضفه. انت هتقلي كيلو من ابو 50؟ ايوه والله. شوفي وهتلاقي الحجم ده معقول. وهتجيبي معاهم، طبعا في ناس بتحب السمك اللي اكبر من كده، هتجيبي معاهم ب 100 جنيه شبار، اللي هو ابو 80 هيديكي كيلو وربع تقريبا، هيبقوا 5 سمكات كبار. مع ال3 كيلو دول هتقسميهم كذا اكله للسمك المقلي. ما شاء الله كده هيفضل معانا في ميزانيه ال1000 جنيه اللي قلناها، هيفضل معانا 250 جنيه. هنجيب بيهم سمك بوري او اللي هو الطبار، وبيقولوا عليه في طبار اللي هو بتبقى بوزها رفيع شويه. ناس كتير بتقول عليها بوري، بس البوري يا جماعه بيبقى راسه تخينه وعريضه، بس هو جميل كلنا بنجيبه. هتجيبي بال250 حطي 10 عشان تجيبي يبقى 260. هاتي 2 كيلو من السمك المشوي، هيبقى معاكي برضو اكلتين حلوين اهو. يبقى كل الميزانيه معانا 1000 جنيه. 600 لحمه
260 اللي هم البوري هتحطي بس 10 جنيه، و150 شبار، وكيلو وربع من ابو 80، يعني 100 جنيه، يبقى كل الميزانية 1000 جنيه.